Y bueno, creo que eso después de ahí, y si los chicos jugaron un partidazo, y bueno, pudimos ganar. عاجل وبالفيديو. تصريح خطير من الأرجنتيني دييغو بلاسنتي يهز العالم حول المنتخب المغربي. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت سعيدا بفوز المنتخب المغربي اضغط على زر الاشتراك دعما لهم، ولا تنسى أن تعطر فمك بالصلاة والسلام على رسولنا العزيز. في تصريح أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، عبر المدرب الأرجنتيني دييغو بلاسنتي عن إعجابه الكبير بالمنتخب المغربي بعد فوز أسود الأطلس التاريخي على منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم. المدرب الأرجنتيني قال إن المنتخب المغربي كان من بين أصعب الخصوم الذين واجههم خلال البطولة، مشيدا بالأداء القوي والمنظم الذي قدمه اللاعبون المغاربة من بداية المنافسة حتى نهايتها. وأضاف بلاسنتي أن المنتخب المغربي أثبت أنه من بين الفرق الأكثر تطورا على الساحة الدولية بفضل الانسجام الكبير بين خطوطه الدفاعية والهجومية والروح القتالية العالية التي ميزت أداءه في كل مباراة. كما عبر المدرب عن انبهاره بالمستوى الفني للاعبين المغاربة، مشيرا إلى أنهم أظهروا مهارة كبيرة وقدرة على مجاراة أقوى المنتخبات العالمية على غرار إسبانيا، البرازيل وفرنسا. وأكد بلاسنتي أن هذا الجيل الذهبي من اللاعبين يعكس التطور الملحوظ لكرة القدم المغربية، مشيرا إلى أن العديد منهم سيحظون باهتمام للأندية الأوروبية الكبرى بعد العروض المميزة التي قدموها في البطولة. وفي ختام تصريحه شدد المدرب الأرجنتيني على أن المنتخب المغربي أصبح اليوم رقما صعبا في كرة القدم العالمية بعدما أثبت قدرته على مقارعة الكبار وكتابة صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. إنجاز تاريخي جديد للمغرب يؤكد أن الحلم أصبح واقعا، وأن أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ بحروف من ذهب. إذا أعجبك هذا الخبر عزيزي المشاهد، أخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.